الأهلي يستفسر من سيراميكا كليوباترا عن قيمة بيع أحمد القندوسي لأحد الأندية السويسرية لأحقيته في الحصول على 20% من نسبة إعادة بيع اللاعب. إمام عاشور يبدأ تنفيذ فترة التأهيل للتخلص من الإصابة على أمل اللحاق ببداية الموسم المقبل في بطولة الدوري. مصدر بالأهلي ينفي كل ما أثاره كريم حسن شحاتة في برنامجه حول تلقي النادي عرضين كبار من الدوري السعودي لشراء خدمات محمد الشناوي، ويؤكد أن تقييم الجماهير للشناوي وعدم رضاهم عن مستواه في المباراة الأخيرة شيء ورحيله شيء آخر تماما، خصوصا أن الشناوي واحد من الأعمدة الرئيسية في الفريق وأهم لاعب داخل غرف ملابس الأهلي، ورحيله الفترة القادمة بعد رحيل السولية ومعلول ورام ربيعة وأغلب كباتن الفريق أشبه بالمستحيل. فدور الشناوي لا يتوقف على حراسة مرمى الفريق فقط، ودوره أكبر بكثير من ذلك داخل الفريق وهو ما لا يعرفه الجمهور. الجماهير من حقها أن تغضب من مستوى اللاعب، والجهاز الفني له كامل الحرية في الاعتماد عليه أساسيا من عدمه، لكن النادي لن يسير وراء آراء الجماهير ويفرط في أهم لاعب في أوضة اللبس في ظل كثرة النجوم حاليا. اتجاه كبير في الأهلي لتأجيل خروج حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله وأحمد خالد قباقة وأحمد عبدين وعبد الله بوستانجي خماس الفريق الشاب للإعارة، ومنح ريبيرو فرصة لرؤية اللاعبين بشكل أكبر في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، على أمل أن يقتنع المدرب الأسباني بأحدهم ويكون هناك فرصة لمشاركتهم مع الفريق. لجنة السكاوتنج بالنادي الأهلي تجهز ملف كامل عن 3 مهاجمين مميزين في أوروبا يمكن للنادي التحرك للتعاقد مع أحدهم فورا حال حدوث أي مستجدات في الفترة القادمة فيما يخص مستقبل وسام أبو علي، والذي من المتوقع أن تصل عروض ضخمة خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل استغلال وكيل أعماله وتألقه الكبير في المونديال وعرضه على أندية في الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والفرنسي كذلك. الأهلي يخطر لاعبيه بالعودة للتدريبات 13 يوليو القادم للتدريب على ملعب مختار التتش قبل السفر لخوض معسكر خارجي استعدادا للموسم الجديد، في ظل اقتناع محمد شوقي باللاعب. نادي زد يتقدم بعرض للأهلي لاستعارة أحمد رضا في الموسم المقبل، وينتظر موقف الأهلي خلال الأيام القادمة. أسامة هلال رئيس لجنة السكاوتنج يبدو تحفظه على تعاقد النادي مع حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت رغم قناعة لجنة التخطيط به ورغبتها في عرضه على الجهاز الفني، ويؤكد لهم أن أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي أفضل بكثير منه وسيفيد الأهلي بشكل أكبر، وسيحصل على راتبه بالجنيه المصري بعكس اللاعب الآخر الذي سيحصل على راتبه بالدولار كونه لاعب فلسطيني. وتقارير صحفية تؤكد في نفس التوقيت أن نادي الزمالك يحاول إنهاء صفقة حامد حمدان وعرض 26 مليون جنيه على بتروجيت، لكن الأخير تمسك بالحصول على 35 مليون جنيه للتفريط في اللاعب. الأهلي يربط إمكانية ضم المدافع الليبي المميز علي يوسف الذي يلعب للنادي الإفريقي التونسي بإمكانية توفير عروض جيدة لأشرف داري، ويؤكد عن طريق مصادر أنه لو نجحت الجهود في توفير عرض جيد للاعب المغربي سواء حاليا أو في يناير سيفتح النادي وقتها ملف التعاقد مع اللاعب الليبي أو مدافع أجنبي آخر يجيد بناء اللعب من الخلف. بيراميدز يستطلع رأي قفشة وحسين الشحات عن طريق وسطاء في إمكانية التواجد معه في الموسم المقبل حال خروجهم نهائيا من الأهلي في الانتقالات الجارية، والثنائي يرفضون إغلاق الباب ويفضلون تركه موارب تحسبا لعدم نجاحهم في الخليج وعودتهم لمصر الموسم المقبل مثلما حدث مع محمد شريف. الانتقادات الكبيرة تتواصل لنادي بورتو من المحللين في البرتغال بعد خروج الفريق من كأس العالم للأندية، والجميع يؤكد أن الفريق لم يكن مؤهل للتأهل من اليوم الأول في البطولة، لكن خروجه كان سيكون مقبول حال تحقيق فوز جيد على الأهلي في المباراة الأخيرة، لكن ما ظهر العكس والفريق أفلت من هزيمة قياسية من الفريق المصري الذي هدد مرمى بورتو بأكثر من 10 فرص في المواجهة. ونجح وسام أبو علي مهاجم الفريق المصري في تسجيل هاتريك في مرمى الفريق، وأحدهم يتغنب مهاجم الأهلي ويؤكد أنه مهاجم لديه شجاعة كبيرة أمام المرمى ويمكنه اللعب بسهولة في أكبر الدوريات الأوروبية. ريفر بليت الأرجنتيني ينضم لبوكا جونيورز الأرجنتيني وصن داونز وأتلتيكو مدريد والأهلي وبورتو والعين الإماراتي والوداد والترجي وأولسان هونداي الكوري ولوس أنجلوس الأمريكي وسياتل وأوراوا الياباني وباتشوكا المكسيكي وأوكلاند سيتي، ويخرج من دور المجموعات بالمونديال. ومونتيري المكسيكي ورفاق راموس يحققون مفاجأة ويصعدون لدور ال16 للصدام ببروسيا دورتموند. بنفيكا البرتغالي يصطدم بتشيلسي في دور ال16 من كأس العالم للأندية، وفلامينجو يضرب موعد مع البايرن، وإنتر ميلان يضرب موعد مع فلومونينس البرازيلي، وباريس سان جيرمان يضرب موعد مع إنتر ميامي، وبالميراس يضرب موعد مع بوتافوجو. والسيتي ويوفنتوس ينتظرون الريال والهلال وسالزبورج النمساوي الذي سيصعد ثنائي منهم اليوم. امبابي يتخلص من الإصابة ويصبح جاهز للمشاركة في المباريات مع الريال قبل دور ال16 من المونديال. الزمالك يحاول توفير عروض لصلاح الدين مصدق حتى لا يضطر للاستغناء عنه مجانا، ويحاول الوصول لحلول مع سيف الجزيرة الذي يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته في الموسمين المتبقيين في عقده للرحيل بشكل ودي.
المحلل التونسي عبد الباقي بن مسعود يشيد بالأهلي والمباراة الكبيرة التي قدمها أمام بورتو البرتغالي، ويؤكد أن الفريق البرتغالي عانى كثيرا أمام الأهلي وكان من الممكن أن يخسر بنتيجة كبيرة لو كان أحسن لاعبي الأهلي التعامل مع الفرص التي أتيحت لهم. ويؤكد أن الأهلي ظهر بمستوى مشرف جدا للمصريين والعرب بشكل عام في مباراة أمام فريق أوروبي عريق، وكان يمكنه أن يصل لدور ال16 إذا حقق الفوز على إنتر ميامي في المباراة الأولى التي كان الطرف الأفضل فيها أيضا. ويؤكد أن دفاع الأهلي به مشاكل واضحة، ولو كان يملك الأهلي دفاع جيد لكان نجح في الفوز بمباراة بورتو على الأقل. وحتى مباراة بالميراس التي هزم فيها قدم مباراة جيدة ولم يكن يستحق الخسارة، وأنه على جماهير الأهلي أن تفخر بفريقها، وعلى الأندية الإفريقية الاستعداد جيدا لمواجهة الأهلي في السنوات القادمة بعدما أصبح سكواد الفريق مرعب. وفيما يخص محمد علي بن رمضان فالأهلي اكتسب لاعب كبير جدا وسجل واحد من أجمل أهداف كأس العالم حتى الآن، وأنه يتمنى للاعب المزيد من التوفيق مع الأهلي، واللاعب أثبت أنه يستحق التمسك الكبير من الأهلي بالتعاقد معه طوال الفترة الماضية. فخر الدين بن قلب النجم التونسي السابق يؤكد أن الأهلي تفوق بشكل واضح على إنتر ميامي وبورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، وكان قادر بسهولة أن يخرج فائزا في المباراتين لولا إضاعة الفرص السهلة من مهاجميه. وحتى في مباراته الثانية أمام بالميراس استحوذ على الكرة بنسبة 65% وقدم مباراة جيدة، وخسر الفريق بأخطاء فردية وهدف عكسي. ورغم خروجه من دور المجموعات أثبت الأهلي أنه قادر على مقارعة فرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، لكنه يحتاج إلى معالجة بعض السلبيات لديه لكي يحقق نتائج أفضل. ويؤكد أنه شعر أثناء متابعته لمباراة بورتو أنه يتابع مباراة بين فريقين أوروبيين وليس فريق إفريقي وآخر أوروبي. ويؤكد أيضا أن الأهلي أصبح يملك قوة هجومية كبيرة ووسط ميدان قوي جدا أيضا، وخصوصا وسام أبو علي وأليو ديانج والذي كان يجلس بديلا في المباريات السابقة. لكن ظهر أيضا أن الفريق لديه خلل واضح في الدفاع ويحتاج إلى تدعيمات قوية، وأشرف داري ومحمد هاني هم نقطة ضعف واضحة في الفريق، وأنه كان لابد أن يدعم الفريق صفوفه بمدافع قوي قبل البطولة. ويؤكد إعجابه الكبير أيضا بالمستوى والهدف العالمي الذي سجله محمد علي بن رمضان، وأنه لابد أن يهنئ الأهلي على اكتسابه هذا اللاعب الكبير. شادي محمد لاعب الأهلي السابق: الأهلي تعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى وزيزو نموذج واضح للنجاح، وشكرا لكل من ساهم في انضمامه للفريق. الجهاز الفني عمل على تجهيزه نفسيا وبدنيا ليظهر بهذه الصورة المتميزة، وهو أثبت للجميع أنه إضافة كبيرة جدا للفريق. ونفس الأمر بالنسبة لمحمد علي بن رمضان الذي أثبت أنه لاعب كبير وظاهر بمستوى مميز جدا في المونديال. الفريق يمتلك مواصفات عالمية حاليا وصفقات عبرت عن نفسها في وقت قصير جدا، وتجاهل الأداء العام والتركيز على تفاصيل معينة هو محاولة للتقليل من الإنجاز. أتعجب بشدة من انتقاد المنتمين للفرق المنافسة لأداء الأهلي في كأس العالم للأندية، وعلى من ينتقد الفريق أن يفيد نفسه وفريقه أولا، وجمهور الأهلي من حقه أن يحزن بسبب طموحاته العالية. من يزعم أن لاعبي الأهلي يفتقدون أساسيات كرة القدم يتمنى التعاقد مع أي منهم. وفيما يخص الأنباء المتداولة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك فمن لا يعرف جنة الأهلي يستحق نار أي نادي.